النهارده قررت اروح استكشف الحدود الامريكيه الكنديه. طبعا دايما كلنا بنسمع ان الحدود ما بين اوروبا الدول الاوروبيه والحدود ما بين امريكا وكندا ولا حاجه، وكنت اعرف ان الحدود ما بين امريكا وكندا ما بينهم نهر فاصل بس بينهم، وقريبين جدا من بعض. طب تعالى النهارده اخدكم نشوفهم قريبين قد ايه. شايفين العمارات الطويله اللي هناك دي؟ هي دي كندا. طلعت الحدود الكنديه مكلفين عليها اكتر بكتير من الحدود الامريكيه. يعني انا دلوقتي واقف في امريكا بتفرج على كندا قدامي على طول. تعالى اوريها لكم اوضح كمان. انا دلوقتي في المركب على الخط الفاصل بالظبط بين امريكا وكندا. دي امريكا ودي كندا، دي امريكا ودي كندا. ده لدرجه كمان ان التليفون كان بيقول لنا ويلكم تو كندا، وشويه يرجع كانه في امريكا، وشويه يقول لنا ويلكم تو كندا تاني. حرفيا نتخنق مننا. الكوبري اللي هناك ده اي حد يقدر يمشي عليه يخش كندا، بس ما اضمنش انه يرجع تاني. المكان اللي انا فيه ده اسمه نياجرا فولز، ودي من اشهر الشلالات في العالم، جزء منه في امريكا والجزء التاني في كندا. الدنيا كانت حر جدا جدا، ولقيت ان البحر والشاور مش شايفين شغلهم صح، فانا قررت انزل تحت الشلال يمكن ينفع مع الحر ده. اول مره اكتشف ان الامريكان اقوياء جدا في السيلز والماركتنج، علشان تذكره المركب غاليه شويه فقرروا يدوك معاها كوسكوزه حليه. وكمحاوله من شعب كندا الشقيقه ان هم يخففوا الضرايب اللي امريكا فرضها عليهم، كانوا بيحاولوا يصاحبونا ويعملوا لنا باي باي، بس بصراحه ما اقتنعتش. كانوا عايزين يزودوا الايفورت شويه. عرفوني لو عايزين تشوفوا حاجات زي دي تاني. سلام.